بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخوتي في الله، معكم أخوكم معاذ، مجموعة تربية الحسون والكناري بشكل احترافي على الفيسبوك. أحييكم أينما كنتم، ونرحب بكم في قناتي على اليوتيوب معاذ تيجاني. إخوتي، اليوم فقط حبيت نتكلم معكم هكذا لبعض الوقت، لن آخذ من وقتكم كثيرا إن شاء الله. بعض الإخوة في الحقيقة منذ وضعت فيديوهات عن الفيتامينات وما إلى ذلك، فحقا بعض الإخوة سألوني أسئلة، وعندهم الحق، عندهم الحق، من حقهم يسألوا. قالوا لي أخي معاذ، رانا زواولة، بالمعنى فقراء، ولا ما عندناش الإمكانيات لشراء الفيتامينات. إخوتي، شوف، حبيت نهضر لكم هضرة. كلنا رانا زوالية. أخوكم معاذ راه زوالي، وبالك أكثر منكم تماما، ولكن الحمد لله، الحمد لله. أنا نقتصد خوتي في بعض الأحيان، مثل ما قلت لكم. والله يا خوتي، ننزع من قلبي، و مثلا يكون في خاطري نشري مثلا سبردينة أو تريكو أو أي حاجة، نخبيها، نقول لا، راح نخليها إن شاء الله نشري بها فيتامينات. أو مثلا هذيك القهوة تاع يوميا اللي نروح نتقهوى ونخسر 20 ألف في القهوة في المقهى، لا، هذيك نخبيها، وإن شاء الله نلايم حبة حبة ونشري فيتامينات، وهكذا حتى أوفر ما أحتاجه إن شاء الله لأنجح. الهدف تاعي هو النجاح، هو النجاح لا غير. يا النجاح يا الموت وأنا أحاول. هذه هي العقلية اللي نمشي بها خوتي، ويلزم أنتم أيضا تمشوا هكذا. يلزم خوتي ديروا هدف بيناتكم. كي تمشوا بهدف، والله غير تنجحوا. ديوها من عندي رسمي هذه خوتي، لأنه كي تدير هدف بين عينك، راح دير كما نقول برنامج تمشي عليه، راح تقتصد في المال تاعك، راح تنظم وقتك، راح خلاص، راح حياتك تورغانيزيها باش توصل لك الهدف. هكذا خوتي في كل مجالات الحياة، وليس فقط الطيور. المهم خوتي، ولكن بالطبع تستطيعون ألا تستعملوا الفيتامينات. هذا شيء مفروغ منه، لأن الفيتامينات إخوتي ما هي إلا مكملات غذائية، تكمل الطائر ما يحتاجه الجسم تاعو. هذا ما كان ما عندهاش هدف آخر. اذا انت كنت توكل الطائر تاعك مليح، داير له نظام غذائي مليح، برنامج منظم منوع، ف راك وفرت له كل شيء. ولكن احنا رانا عارفين انفسنا للاسف نتمشى بطريقه عشوائيه في تربيه الحسون. هذه مني وروح طالع، ما كانش اللي يقول لكم انا نوفر لطيوري كل ما يحتاجونه. لا، كان مثلا موفر الكالسيوم ومثلا البروتين وكل شيء عفوا. شيء اكيد انه مقصر في فيتامينات اخرى او املاح معدنيه اخرى، مثلا ماشي موفر المنغنيز، المغنيسيوم، ماشي موفر مش عارف الحديد الى اخره. كل هذه الفيتامينات تساعد المقنين او الكناري او طائر الزبرة في التجهيز. لهذا خوتي نحن نستعمل المكملات الغذائية، حتى النتائج تكون أفضل إن شاء الله، وخاصة مع الحسون أخوتي. لأن الحسون طائر في الجزائر، راه ماشي نقارض خوتي، يلزمنا احنا ننتجوه في القفص. وراني عارف انه بزاف ناس تواجه مشكله في الانتاج، تقصيو جدودنا بكري رباو المقنين، ما كانوش ينتجوا منه، كانوا يربيوه باش يسمعوا التغريد تاعه. هذه حقيقه خوتي. وكان كانوا مثلا يربيو نيشان وكلش. كانوا القله منهم كان ينتج، ولكن الاغلبيه كانوا يربيو المقنين باش يسمعوا الصوت تاعه لا غير. لهذا احنا راح نطوروا ان شاء الله، راح نتبعوا الطريقة تاع جدودنا. طبعا كانوا يفهموا، ولكن ماشي لدرجة الإنتاج. كانوا يجوا كانوا دروك كما قال، رانا في المسابقات الدولية، في حتى احنا كان عندنا قيمة ووزن بين البلدان. لهذا خوتي، أنا وضعت لكم برنامج غذائي الأول. كان لاحظت وضعت لكم برنامج غذائي هو الأول، لأنه أهم شيء، أهم شيء خوتي. وضعت لكم واش تعطيوه للزواج، تعطيوه مثلا الفلفل الحار، تعطيوه نبتة الحريق مرتين بالأسبوع، تعطيوه البذور تخلطوا لها. كما انا وضعت لكم بذور خلطة الكامي الزرقاء، وزدت لكم ايضا ديروا 50 غرام تزيدوا لها الزقوق، بذور الصنوبر، وتزيدوا ايضا البسباس. هذه كلها زريعة مليحة. وايضا الشيا، تستطيعون استعمال الشيا ايضا مرتين بالاسبوع. هذه كلها مفيدة، تستطيعون أن تجهزوا الحساسين فقط هكذا، ولكن لنتائج أفضل لنتائج أفضل. كما راهم يتمشاو الأوروبيين اللي راهم متطورين علينا، من الأفضل أن نستعمل